سلام الاصدقاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا في هذا الفيديو غنعطيكم نصائح كيفاش تجيبوا مزيان في الجهاوي وكيفاش جبت فيه انا 18 على 20 بحكم التجربه ديالي. الوغ اول حاجه غنوريكم النقطه ديالي. الدوره ها هي، نشوف واش كتبان. فوالا الدوره كنت جبت فيها 18.40، وبالنسبه للجهوي كنت جبت فيه 18. المهم لما بانتش راه غادي نصورها. ها هي 18.05 دونك في الجهوي، وغتشوفوا معايا المواد الاخرين كل ماده على حده شحال جبت فيها. بالنسبه للعربيه المهم تشوفوا مزيان. دونك كنت العربيه جبت فيها 17.25، الفرنسيه كنت جبت فيها 17 ونص، الاجتماعيات كنت جبت فيها 18 واقفه، والاسلاميه جبت فيها 20 على 20، والجهوي كامل جبت فيه 18.05. بالنسبه للعربيه كنت اصلا تطوقي غير نهار رجعت فيه، داكشي جبت فيه 17.25. فين كان عندي المشكل في العربيه باش نتوما ما شاء الله، يعني فين كان المشكل خليني ما نجيبش النقطه كامله. دونك في الاسئله ديال الاجابه، في الاسئله ديال النص خصكم تعلموا كيفاش تجاوبوا على الاسئله ديال النص، لانه الاسئله ديال النص هما فين كاين القالب في داك فين كاينه اللعبه في هذا، في العربيه، لانه عليه 10 ديال النقاط، والدرس اللغوي عليه 4 نقاط، والتعبير الانشائي عليه 6 نقاط. بالنسبه للتعبير الانشاء ما كانش عندي مشكل، راه قلت لكم كيفاش خدمته كيفاش تدربت عليه وتدرس اللغوي. حيت العربيه اصلا كان عندي مع داكشي علاش خليتها رجعتها في نهار. دونك بالنسبه للفرنسي راه دوزو الفيديو داك ديال الفرنسي غنخلي لكم في الديسكريبشن، ولا دخلوا القناه تشوفوه، راه دويت فيه كيفاش تجيبوا مزيان في الفرنسي، كيفاش خدمت لها مزيان، كيفاش من الاول العام وانا خدامه الحمد لله توفقت فيها. دونك بالنسبه للاجتماعيه جبت فيها 18، حتى هي راه حطيت فيديو كيفاش، حيتاش ما الفيديو ما بغيتوش يكون طويل بزاف باش نجلس نعاود تاني داكشي من الاول. دونك دوك الفيديوهات راه فصلت فيهم وقلت فيهم كيفاش تجيبوا بحالي ومن حسن ان شاء الله. والتربيه الاسلاميه تاعي عاد حطيت عليها فيديو مهم، دخلوا شوفوه حتى هو كيفاش جبت فيه كيفاش جبت 20. فوالا كانت هذه النقطه ديالي في الجهوي. كنتمنى نتوما ان شاء الله تجيبوا النقطه اللي تتمناو، وان شاء الله علاش لا وتجيبوا ما احسن. انا صراحه فاش كنت كنراجع الجهوي كنت حاطه حدايا واحد الورقه، صراحه تفضلت لي، كنت حاطه حدايا واحد الورقه كتبه فيها 18، يعني خصني نجيب 18 في الجهوي، والحمد لله قدرت انني نجيبها. ولا بالنسبه للنصائح ديالي غنعطيكم اول نصيحه باش ان شاء الله اللي تقدر تعاونكم هي الصبر والتوكل على الله. توكلوا على الله قبل ما تبداو، وديما ديروا دعيوا الله سبحانه وتعالى انه ييسر لكم تجيبوا النقطه اللي بغيتوها. والصبر بطبيعه الحال، يعني راه ماشي كنخدموا غير نهار، كنخدموا ايام يعني يوم بعد يوم، الاستمراريه والوقت طويل شويه. دونك فاش كنبقاو خدامين داكشي راه كنعياو وكنملوا. دونك خصكم الصبر، اهم حاجه تصبروا باش ان شاء الله تجيبوا مزيان. نصيحه اخرى اللي غنعطيكم هي تخدموا امتحانات قدام ضروري باش تجيبوا مزيان في اي حاجه، في اي حاجه، امتحانات الجهويه الوطنيه سميتو، خصكم تطلعوا امتحانات القدام وتخدموهم، تعطيوهم وقتهم وتخدموهم مزيان كما ينبغي. ماشي دوز تحط الجهه وحدك تقرا 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 وصافي تقول راني خدمت، ولا ماشي هي ديال الخدمه، وانما تحط راسك بحال كي انت في امتحان وحاط حداك الكرونو والاجواء بحال ديال الامتحان وجالس خدام على داك الجهوي. ابخي ما تسالي تصحح داك الجهوي، دير شي استاذ يصححوا ليك، ولا تجلس نتا تقلب على التصحيح وتشوف فين كاينين عندك الاغلاط وتعطي لراسك نقطه على حسب داكشي اللي خدمتي، وتشوف راسك كل مره كتخدم وكتعطي لراسك نقطه كتشوف راسك التحسن كيفاش داير. وما تخليوش ستريس يتغلب عليكم، لان الستريس كيدينا بزاف ديال الوقت، كيدينا بزاف ديال الحفاظه، بزاف ديال المجهود اللي كنكونوا ضربناه كيقدر الستريس يدينا كلشي. دونك ما تستريساوش، بالعكس ما تستريساوش. بالعكس الجهوي صراحه تجربه اللي زوينه بزاف كنا دوزناها، وغادي من بعد غادي تبقى عندكم واحد التجربه اللي زوينه بزاف. ان شاء الله يا ربي تجيبوا النقط اللي كتمناو. الا بغيتوا شي حاجه اخرى نحطها لكم قولها لي في لي كومونتير، ولا دوزوا عندي الانستغرام. ولا وصلتوا حتى هنا ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايك وشيروا هذا الفيديو، ولا شاركوه مع الاصدقاء ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو بسلام عليكم.